السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين كرة القدم في كل حتة وفي كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت ترك محمد صلاح بعثة المنتخب المصري، وموقف مصر الصعب في مجموعتها، والذهاب للتأهيل البدني في ليفربول في انجلترا. البعض غضبان زعلان من قائد منتخب مصر محمد صلاح بعد أن أعلن نادي ليفربول عودة محمد صلاح لاستكمال البرنامج العلاجي وتأهيله التأهيل الصح. لكن البعض يغضب من محمد صلاح، وطبعا هنا أنا بختلف معاهم، لأن أنا شايف إن مالهم ورأس مالهم هو محمد صلاح. فمن الطبيعي ومن العادي ان الفريق ليفربول خايف على محمد صلاح، لان محمد صلاح بالنسبه لهم هو رأس المال. اما احنا بنبص من الحتت العاطفيه، فمحمد صلاح لا احد يشكك في حبه وعشقه لمنتخب مصر والمصر بصفة خاصة. لكن البعض يشبه إصابة حسام حسن في 2002، إنه ما سابش منتخب مصر وترك منتخب مصر ويعود إلى ناديه. لكن يا جماعة، حسام حسن في التوقيت ديت كان بيلعب في نادي الزمالك، كان بيلعب في الدوري المصري، والدوري المصري كان متوقف. ومن الطبيعي ومن العادي ان حسام حسن بيلعب في الدوري المحلي، كان لازم يبقى متواجد مع منتخب مصر. ومحمد صلاح يا جماعة، الجماعة الانجليز ما بيهزروش، ما فيش وقت للدلع والطبطبة. وتأهيل محمد صلاح في انجلترا غير ما يكون في كودوفوار. فعشان كده كان من الطبيعي ان اللاعب يسافر لاستكمال العلاج، ربما يصعد منتخب مصر ويعود محمد صلاح ليقود منتخب مصر من جديد.